نهائي مبكر بين العراق والمملكة العربية السعودية، تتوقع النتيجة كابتن؟ بصراحة هي مباراة مصيرية بين الفريقين، مباراة كلش قوية بصراحة. يعني يعتمد يا اما العراق يا اما السعودية، واحد من عندهم اوت، ما بيها مجال. فأنا بصراحة اتوقعها 2-1 للعراق. تقدمنا في خليج 26، فماذا تعليقك لهذه المباراة بين المنتخب العراقي والمنتخب السعودي؟ دائما ما تكون ديربي قوي بين العراق والسعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم انتم الابطال دائما بالاعلام وما مقصرين ان شاء الله. المنتخب العراقي احنا كل قلوبنا وياه، بس احنا خيبوا امالنا بالمباراة السابقة. يعني المستوى كان جدا هزيل، يعني ما اعرف، ماكو كل ترابط بالفريق، لا تمريرات صحيحه، لا اكو معنويات عندهم كانت عاليه، ما اعرف يعني حتى التبديلات كانت. تتوقع انه تغيير في التشكيله؟ والله اتوقع نفس التشكيله، لانه المدرب دائما يعني ما عنده بدائل، ما عنده حلول، نفس اللي يلعب بهم دائما هم، يعني حتى اذا ما ينزلهم بالشوط الثاني. يعني توقعاتك كم راح تتوقع؟ توقعاتي خساره، واحنا نتمنى منتخبنا يفوز، بس على هذا المستوى خساره. شكرا لك. الله يسلمك. المنتخب العراقي والمنتخب السعودي نهائي مبكر، تتوقعون نتيجة المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، انت قلتها، نهائي مبكر بين المنتخب العراقي والمنتخب السعودي، وهي مباراة فاصلة لا تقبل القسمة على اثنين. يعني الفريق العراقي بفرصة واحدة هي الفوز، والسعودية التعادل والفوز. امنيات للمنتخب العراقي بانه بهيج محافل صراحة هو ينطي ما عنده، ان شاء الله تكون النتيجه ايجابيه. نتيجه راح تكون مباراه صعبه التوقع، لان الفريقين جايين من خسارات سابقه من نفس الفريق، والفريق العراقي هو بطل الدوره السابقه، والمنتخب السعودي ايضا منتخب كبير في على النتيجه. التوقع صعب، بس احنا امنياتنا انه الفريق العراقي يفوز ويتاهل الى الدور نصف النهائي، لانه هو بطل الدوره السابقه. اذا الكابتن قلق من نتيجه المباراه اليوم؟ مو قلق انا، لانه مختص بكره القدم. مثل هيك مباريات لا يمكن التنبؤ بنتيجتها. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك.